بسم الله الرحمن الرحيم. معكم معلقكم الرياضي حسام الرفاعي للتعليق على بطولة كاس السوبر المصري بين سالم بطل الدوري العام 2021-2022 نادي بيراميدز بعد اعتذار نادي الزمالك عن المباراة امام النادي الاهلي بطل كاس مصر. مباراة كبيرة دون اي كلام باستاد محمد بن زايد سقف الجماهيرية 42,000 متفرج، واستاد بدأ افتتاحه سنة 1980 يا مان. مباراة كبيرة دون أي كلام بين النادي الأهلي وبيراميدز، بين كولر وباتشيكو. مباراة بين البرتغالي والسويسري في مواجهة ستكون الأصعب للغاية. بطولة بدأت سنة 2001، أول من توج بها النادي الزمالك عام 2001، وأكثر من توج بها والنادي الأهلي 12 مرة يا مان في تاريخ البطولة. أكثر من شارك هو النادي الأهلي 16 مرة، والثاني هو نادي الزمالك ب 11 مرة. توج نادي الزمالك ب4 مرات، والمقاولين وغزل المحلة والمصري بمرة وحيدة في بطولة تسمى بطولة كاس السوبر يا مان. مباراة كبيرة ستكون نارية دون أي كلام. نادي بيراميدز سيضغط بكل أوراقه في الشوط الأول أمام النادي الأهلي، ولكن الشناوي سوبر ستار. ركز يا شناوي، توفيق يندب حظه اول الكرات امام الشناوي، ولكن الدفاع بالمرصاد. حلوه الكره في منطقه الجزاء ويوزع، ولكن الدفاع في المكان. الله عليك يا شناوي، كما انت كبير دون اي كلام. السد العالي بعد الحضر الجمام هو الشناوي. كما انت كبير في مباراة تسمى بطولة كاس السوبر المصري. متعونا يلا يا ابطال، خلونا نقول احلى كلام. هي بطولة الاحلام، بطولة من مباراة واحدة، بطولة تسمى بطولة كاس السوبر المصري. المواجهة بين نادي بيراميدز ونادي الاهلي كانت ولا في الاحلام، لان هناك في يوم 12 مباراة في الدوري بين اول الدوري وثالث الدوري. النادي الاهلي يضغط بكل مكان. علول الله، شناوي ممتاز، و10/10 شناوي في انقاذ الهدف الاول بالنسبة للنادي الاهلي. خطيرة بالنسبة لبيراميدز، ولكن الكورة بره. حلوة الكورة، حلوة الاستلام، حلوة التوزيع، ولكن بيرسي داو. خطيرة الكورة ولكن الكورة برا. مش يومك يا تاو، ولكن ركز شوية يا تاو. حلوة الكورة، بيراميدز بالتوزيع والضغط والتشديد من الاهلي. حلوة الكورة مهما كان النادي الاهلي مع الشناوي، ما تقلقش يا مان. خطيرة والشناوي يا سلام. العاري اسد في عرينه، الشناوي دون اي كلام. ممتاز يا شناوي، مصدر الامان بالنسبه للجماهير الاهلاويه هو الشناوي، وايضا بالنسبه للجماهير نادي بيراميدز الشناوي هو حارس الامان دون اي كلام. الكوره خطيره بالنسبه لبيراميدز، ولكن الشناوي الله علي جبر هو اسد الدفاع. ممتاز، كوره خطيره بالنسبه لاحمد عبد القادر. اخطر كوره بالنسبه لبيراميدز، على بيراميدز امام النادي الاهلي. التوزيع والتشتيت بالنسبه للنادي الاهلي، خطوره كبيره. من سيكون الليدر ومن سيكون في الميضان؟ مباراه لا تقبل القياس بالاسنان. اذا تم التعادل سيلعب وقت اضافي، واذا خلص التعادل سيلعب ضربات الترجيح. التبديل الاول احمد عبد القادر، بداله حسين الشحات كمان. الكرة خطيرة بالنسبة لبيراميدز، ولكن اسد الحارس العملاق الشناوي. الله، كرة خطيرة شناوي. التوزيع مهما كان الشناوي حارس كبير. ممتاز يا شناوي، الله عليك يا بطل الابطال. ممتازين يا شناوي في مباراة ستكون قتالية، مباراة الابطال. العب يا شناوي، والكرة خطيرة بالنسبة للنادي الاهلي، ولكن الشناوي
شناوي بيراميدز وشناوي الاهلي، انتم افضل لاعبين في المباراه دون اي كلام. الكره خطيره بالنسبه للنادي بيراميدز في التوزيع والتشتيت من الدفاع يا مان. الله على دفاع بيراميدز، الله على دفاع النادي الاهلي. مباراه تكتيكيه، الكره خطيره. الله، وضربة كذلك الرمى بذكاء الكبار معلول. الهدف الاول ياتي في مباراة صعبة للغاية، مباراة تكاد الفرص تكون معدومة على المرمى. النادي الاهلي ياتي بالهدف في الشوط الاول الاضافي. وفي النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.